الاتحاد السوري يستهدف التعاقد مع طارق السكتيوي بعد إنجاز باريس. كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السوري لكرة القدم يسعى للتعاقد مع الإطار الوطني طارق السكتيوي لقيادة المنتخب السوري الأول. ويأتي هذا الاهتمام بعد النجاح الذي حققه السكتيوي مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، حيث قاد الأشبال لاحتلال المركز الثالث في المسابقة. وأكدت التقارير ذاتها أن الاتحاد السوري قد استقر على اختيار السكتيوي ويحاول حالياً التواصل معه لتقديم عرض رسمي. ومن المتوقع أن يتواصل مسؤولو الاتحاد السوري مع السكتيوي يوم غد الاثنين بهدف تقديم العرض الرسمي ومناقشة الشروط المالية للمدرب المغربي. يذكر أن طارق السكتيوي قد حقق إنجازاً لافتاً مع المنتخب الأولمبي في باريس 2024، مما جعله محط أنظار العديد من الاتحادات الكروية على المستويين القاري والإقليمي. تابعونا لمزيد من الأخبار الرياضية.